عمرك شفت حد بيبدأ مشروع عمره من غير ما يدرسه، من غير ما يقعد يفهم السوق ويشوف المخاطر ويحسب هو داخل على ايه بالظبط؟ تقول لي اكيد لا، لان اي حد واعي عارف ان الحماس لوحده مش كفايه. بس الغريب ان ناس كتير بتدخل الجواز وهي ما اخدتش وقت تفهم الحياه اللي جايه. المشاعر بتحركهم وتخلي الرؤيه عندهم مش واضحه، بيفتكروا ان النيه الطيبه هتصلح كل حاجه وان الايام كفيله تفهمهم بعدين. عشرت ناس كانوا بيحبوا بعض بجد، بس كل واحد فيهم كان بيتكلم بلغه والتاني مش سامعه. شفت بيوت اتبنت على الطيبه وانتهت بطلاق، ناس كانت نيتها سليمه بس دخلوا من غير استعداد فخرجوا من غير ما يفهموا ايه الغلط اللي عملوه اصلا. مش لانهم وحشين ولا لان الجواز مستحيل، لكن لانهم دخلوا من غير استعداد حقيقي. الجواز مش مناسبه عاديه ولا مشاعر لحظيه ولا مشهد حلو على السوشيال ميديا. الجواز مسؤوليه محتاجه منك تتعلم علشان، واللي بيدخل من غير ما يتعلم بيتعب ويتعب اللي معاه. اللي بيتعلم قبل ما يبدا بيفهم نفسه ويحمي قلبه ويعرف يمشي صح. فنصيحتي ليك اتعلم قبل ما تبدا، لان حياتك تستاهل تعيشها على وعي مش حظ.